ليه بقى انا بقول لكم عليها؟ بسال على واحد هنا فبقول له رينج الايجارات بكام. الناس اللي عايزه برضو يعني تيجي تنقل تطلع بره لشبونه، هي المسافه حوالي، خدت معانا بالعربيه حوالي تقريبا يعني ساعتين الا 5 دقائق او 7 دقائق، ساعتين الا 10 دقائق بالعربيه يعني. فبساله بيقول لي الايجارات هنا بتبدا من كام؟ بتبدا من حوالي 500 600 يورو الشقه. يعني 500 600 يورو ده انت استحاله تلاقي شقه، واخد بالك، في لشبونه مثلا غرفتين 500 600 يورو. ف... فقلت اطلع اديكم المعلومه، وفي نفس الوقت ايه، اللي حابب مثلا يعمل سيرش على المنطقه ديت اللي هي فيجيرا، يقدر ان هو من على تطبيق اي دي ليست. في تطبيق بتنزله من على جوجل بلاي اسمه اي دي ليست، تقدر ان انت تكتب اسم المدينه وتعمل سيرش عليها. وانا شايف ان هي جميله ورايقه وهاديه. تقدر ان انت خصوصا للعوائل الكلام ده اللي جايه وبتفكر ان هي تستقر في البرتغال، سواء كانت جايه فيزا دي 2 فيزا دي 7 فيزا دي 8، او حتى لو جايين بفيزا سياحه وهيقدموا لاولادهم في مدارس وناويين يستقروا. انا شايف ان المكان ده يعني من الراجل اللي بيقول لي، قابلت واحد فبساله على رينج الايجارات فصدمني بصراحه. غرفتين، طب لما غرفتين وصاله ومطبخ وحمام ومش عارف ايه وبيتاجروا بالمبلغ ده، يعني بيقول لي من 600 ل 700، امال لو غرفه وصاله بقى؟ طب امال لو استوديو؟ يعني اكيد هيبقى اقل. قايمه رايقه قوي قوي قوي. اللي ما يعرفش قايمه يعني اداره هجره، احنا في حته اسمها فيجيرا دا فوش. فيجيرا دا فوش ده تبعد عن لشبونه حوالي ساعتين بالعربيه. معانا عميل يبصم ان شاء الله اموره تخلص على خير. بس يعني لفت نظري مفيش حد خالص. يعني بص القايمه اهي ورايا اهي ماشي، اللي هي اداره الهجره، مفيش حد خالص نهائي. يعني الدنيا رايقه بطريقه، مفيش غير الراجل اللي وراه ده، وده زي ما انتم شايفين كده بيعمل رياضه، ما مالناش دعوه بيه ماشي، ربنا يديله الصحه. بس المنظر محتاجين ان احنا نبقى نيجي يعني نستكشف المدينه دي. بواخر بقى ويخوت وبتاع ومش عارف ايه وحاجات كده، وفي كافيهات لا المنظر ده كمان يعني ايه، ممكن كمان يعني بالليل بيكون ليه جو تاني وليه وضع تاني. القايمه كمان رايقه قوي اهي في حته كده منعزله. البيوت برضو هنا زي ما انتم شايفين كده. يعني هي البرتغال كلها نظيفه بصراحه وهاديه وبتاع. انا اول مره، انا رحت قايمات كتير في البرتغال بس اول مره اجي القايمه دي. نتمنى التوفيق للجميع، ما تحرموناش من دعاكم كالعاده. اشوفكم في حاجه جديده، وادعوا الراجل الطيب اللي بيعمل البصمه جوه عشان لما ياخد كارت الاقامه ان شاء الله نطلع برضو نقول لكم ايه اللي حصل معاه، لان الفيزا بتاعته منتهيه من 2022 زي اخونا محمد الشلال اللي لسه واخد اقامه وبرضو ربنا كرمه، وكانت ايه برضو الفيزا بتاعته منتهيه وخد كارت الاقامه. اشوفكم في حاجه جديده، والسلام عليكم. عليكم السلام.